السلام عليكم. في فيديو النهارده هنتكلم على تريكات مهمة جدا في برنامج الدافينشي ريزولف، والتريكات دي هتخليك تشتغل أسرع، تطلع شغل بجودة أعلى، وكمان توفر عليك الوقت وبدون تضييع وقت. يلا بينا. وأول حاجة هو استخدام الشورت كات في برنامج الدافينشي ريزولف، ومن أهمهم في التايم لاين عندك. لو عندك مثلا فيديو زي دون وعاوز تقطعه، بدل ما تيجي تدوس على البليد هنا كليك وتدوس كده تقطع، انت بكل بساطه هتيجي مثلا هنا عايز تقطع الجزء دون، كوماند وحرف البي هيقطع. تمشي في اي حته كوماند بي كوماند بي وهكذا. انت كده بتقطع بالشورت كات، بيكون اسرع بدل ما تروح بالماوس تقطع وترجع تشغل تاني الماوس الاساسي. تاني حاجه، انا مثلا عندي التايم لاين دون في كذا حاجه، وانا عامل مثلا زوم هنا جامد على الجزء مثلا ده علشان تظهر التايم لاين كله مره واحده. بكل بساطه هتدوس على شيفت زد، هيظهر لك التايم لاين كله بالشكل ده. وتاني حاجه وهي استخدام الادجستمنت كليبس. الادجستمنت كليبس ودي للتاثيرات اللي هي الجماعيه، ان انت بتعمل تاثير واحد في لاير واحد وبتحط اللاير ده فوق مجموعه كبيره من الفيديوهات وبيديهم التاثير دون مره واحده. بتروح على الافكتس من هنا وبعدين بتختار على الافكتس من هنا، بعد كده بتنزل عند الادجستمنت كليبس هنا، دي بتشده تحت خالص كده وتحطه على التايم لاين. بعد كده بدوس على هنا الكولرز مثلا، بختار مثلا شكل معين، نختار مثلا اللوت هنا دي، ونيجي مثلا نقلل في الضمه شويه كده مثلا. نيجي نرجع للتايم لاين بتاعنا هنلاقي الافكت طبق على الادجستمنت كليب مش على الفيديو الاساسي. يعني انا لو جيت بده كده عديت الادجستمنت كليب هيرجع الالوانات الاصليه للفيديو، يبقى هو متطبق على الطبقه دي بس. وده الادجستمنت كليب اللي انت بتطبق حاجات افكتات معينه على كليب غير الفيديو الاساسي. ودي بدل ما تعمل افكت لكل كليب تعمل مره واحده بس وبعد كده بتطبقه على الباقي. وتالت حاجه ودي من اشهر الحاجات في برنامج الدافينشي ريزولف وهي النودز. طبعا كلنا عارفين النودز او اكيد استخدمناها قبل كده، ولكن ان انت تنظم النودز دي لما تيجي تستخدمها ده مهم جدا وهيفرق معاك كتير جدا في الشغل بعد كده. الدافينشي طبعا مشهور جدا بان هو قوي جدا في حته النودز، والنودز دي استخدامها علشان تبقى يعني بروفيشنال. يستحسن انت تسمي كل واحده اسم منفصل عن التانيه. يعني مثلا انا عندي اول واحده هنا دي، عايز مثلا ان انا اضيف نودز تانية، فكل خطوه اد نودز هنا كده واربطها بالشكل دوت هتطلع معايا. نفس الكلام هضيف مثلا واحده تانية. طيب ايه بقى اللي لازم تعمله بقى؟ انت عندك هنا ايه من 1 ل5 بس بدون اسماء، يعني دي ايه دي ايه دي ايه مثلا انا ما اعرفش، انا هم ارقام بس. فطبعا الطريقه البروفيشنال ان انت تدوس عليها كليك يمين وتدوس نود ليبل وتكتب هنا اول مثلا واحده هنسميها الكونتراست برايمري، السكندري، الفيجنيت، اللوت. كده يبقى احنا ظبطنا وسمينا كل النودز اللي عندنا علشان نبقى عارفين احنا بنشتغل على ايه وفين، ونقدر نعدل عليها بسهوله بعد كده. طبعا لما تنظم شغلك بالطريقه دي بيكون اسهل ليك ان انت ترجع تعدله بعد كده لو طرأ تغيير او عاوز تعدل على حاجه مثلا، او لو في حاجه باظت منك، فبتبقى سهله ان انت تشوف الخطوات عاملها في النودز. طيب والرابعه وهي للتعامل مع الفيديوهات الكبيره ال 4K او فيما فوق مثلا، ولو انت بتتعامل مثلا مع كذا فيديو والجهاز بتاعك تعبان شويه، في طريقه ان انت تخليه يقلل مساحه الفيديوهات دي اثناء التعديل او اثناء المونتاج. ولما تيجي تستخرج الفيديو بعد كده هيستخدم الفيديوهات الاصليه وهيعمل لك الاكسبورتنج او الاستخراج للفيديو. هتقف عند الكليب مثلا، وانا افترض انا عندي الكليب ده كبير مساحته زي ما انتم شايفين، فبكل بساطه هتيجي تقف عليه وبعد كده هتدوس كليك يمين عليه وبعدين هتدوس جنريت اوبتمايزد ميديا. بكل بساطه الدافينشي هنا هيعمل نسخه اخف لملف الفيديو، وطبعا الملف الاصلي هيبقى موجود وكل حاجه، ولكن انت هتشتغل على الملف اللي هو اخف في التقل. ورقم 5 وهي السمارت بينز. بكل بساطة دي لتنظيم المشاريع أو لتنظيم الشغل في برنامج الدافينشي وللتعامل مع الفايلات أو الملفات بتاعة الفيديو أو الملفات الأساسية اللي هتستخدمها في المشروع بتاعك، اللي هي في الميديا بول. هنا هندوس عليها، هي في الحتة دي هتلاقي حاجة اسمها الماستر. هنا بتدوس كليك يمين وتدوس نيو بين. هنا اول حاجه هنسمي طبعا المشروع بتاعنا سواء الفيديو، الساوندز، شيفت كوماند ان، الايمج مثلا. فانت بتحدد المشروع بتاعك بناء على فولدرات زي كده، تبدا انت تحط جوه الفولدرات هنا على اليمين، الحته اللي على اليمين دي الملفات بتاعتك. يعني انا مثلا عندي في الماستر هنا حطيتهم من غير فولدر، فناخد كده الفيديو نحطه في الفيديوز بحيث لما اخش على الفيديو من هنا هلاقي الفيديو اللي محطوط هنا. طيب لو انا عايز اشوف كل الملفات عندي هدوس على الماستر هنا
هيظهر لي كل الملفات بالتايم لاين اللي حاليا موجود عندي تحت بالشكل ده. وده كده اهم 5 حاجات في برنامج الدافينشي ريزولف لتنظيم وتسريع الشغل. يبقى اول حاجه استخدام الاختصارات المهمه، وتاني حاجه استخدام الادجستمنت كليبس، وتالت حاجه وهي تنظيم النودز، ورابع حاجه وهي الاوبتمايزد ميديا للفايلات الثقيله، وخامس حاجه وهي تنظيم المشاريع عن طريق السمارت بيدز. دول اهم 5 حاجات في دافينشي، خلي بالك منهم. احفظ الفيديو علشان ممكن ترجع له بعدين، واشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. سلام عليكم.